خلاف بين زوجين انتهى بمأساة طفلة بريئة. قصة أبكت الملايين. ترك ابنته تواجه العطش أياما طويلة، والنهاية صدمت الرأي العام. في واحدة من أكثر القصص التي هزت مشاعر الناس، تحولت خلافات بين الكبار إلى مأساة. دفعت طفلة بريئة ثمنها. حبيبة لم تكن سوى طفلة صغيرة تحلم وتضحك مثل باقي الأطفال، لكن حياتها انتهت في ظروف مؤلمة بعدما وجدت نفسها وسط صراع لا ذنب لها فيه. وبين الخلافات والتهديدات والقسوة، كانت الطفلة تبحث فقط عن شيء بسيط جدا: شربة ماء. مرت الأيام، وكانت الصغيرة تعاني بصمت، تنتظر رحمة من المفترض أن تجدها عند أقرب الناس إليها، لكن بدل الحنان واجهت قسوة لا يتصورها عقل. لتنتهي قصتها بشكل مأساوي ترك أما مكسورة القلب ومجتمعا كاملا في حالة صدمة. لم ترحل حبيبة فقط، بل تركت وراءها درسا قاسيا. عندما تتحول الخلافات والأنانية إلى الانتقام، يكون الأبرياء هم أول الضحايا. العبرة من هذه القصة أن الأطفال أمانة، وأن أي خلاف بين الكبار لا يجب أن يدفع ثمنه الصغار. فالرحمة ليست خيارا، بل مسؤولية، ومن يفقد الرحمة يفقد جزءا كبيرا من إنسانيته. اللهم ارحم حبيبة رحمة واسعة، واجعل قصتها تذكيرا لكل من ينسى أن القلوب الصغيرة تحتاج إلى الحب قبل أي شيء آخر. في هذه القصة المؤلمة نتعرف على مأساة الطفلة حبيبة التي دفعت ثمن خلافات الكبار دون أي ذنب. قصة هزت مشاعر الآلاف، وأعادت التذكير بأن الأطفال هم الضحية الأولى عندما تغيب الرحمة وتسيطر الأنانية. شاهد القصة كاملة واستخلص العبرة من أحداثها المؤثرة. فالأطفال أمانة ومسؤولية عظيمة، ولا ينبغي أن يتحملوا نتائج نزاعات الكبار مهما كانت الأسباب. إذا أعجبتك القصة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من القصص الواقعية المؤثرة. رحم الله الطفلة حبيبة رحمة واسعة، وأسكنها فسيح جناته.